اهلا اهلا اهلا. اوطي بس التلفزيون عشان ما يجيلناش حقوق طبع. يا حبايب القلب عاملين ايه ايه؟ رايكم في الحكايه؟ عسل. باينه قولوا لها بقى رايكم في الكومنتات. باينه. باينه تحفه. والحاجات الفصعونات الصغننون دول، الصغننين دول ايوه حلوين، شكلهم حلو قوي. ليتس نيت بقى، وريهم الاكل كده. تعالوا كله. وريهم الاكل كده. النهارده عاملين ايه؟ عاملين لكم سباكيتي وصينيه كفته. كفته. انا والشيف على قلوبكم حبايبي. بس نسيت اصور لكم للاسف الطريقه وانا بعملها، حتى شورت كده صغير للاسف نسيت. بس تحفه جميله قوي، ونطفيه لها حته فحم كده بسمنه بلدي تجنن. الف هنا وشيفه حبايب قلبي للعين اللي هتشوف. وتصلي على النبي، تصلي على رسول الله، سمي بسم الله معانا. صلوا على سيدنا محمد حبايبي. سباكيتي. وريهم الخضروات ولا كده. خدي البطاطس بتاعتي، كان ماليش في البطاطس، مش عايزه بطاطس. ليه؟ بصوا حبايبي، طبعا الخضروات الورقيه اهم حاجه، الخضروات الورقيه، بصل، فجل، فضل خيركم يعني، لازم منه بقى جرجير كده، بتبقى حلوه قوي اصلا الحاجات دي مع المكرونات، بتبقى جامده قوي ومفيده طبعا وزياده مناعه. بس اهم حاجه واهم شرط ان انتوا تغسلوها كويس جدا وتعقموها بالخل، خل وميه دافيه شويه ملح. وطبعا ما تزودوش كتير، ما تنقعها في الميه والخل والملح، عشان انا مش دايما بحط ملح، يعني هو ميه وخل غالبا، عشان بس الخضروات الورقيه تبقى رقيقه وما تستحملش الخل حامض طبعا، فممكن ندبلها بسرعه. فهي بس كده ايه 5 دقايق 10 دقايق كتير، صفوا منها الميه وشطفه ميه كده من الفلتر او من ميه نظيفه عشان تشطفوا الخل بس من عليه، عشان لو قعدت في التلاجة ما تتبلش بس. وبألف هنا وشفا حبايب قلبي. تعالوا يلا كلوا معانا، صلوا على رسول الله وسموا بسم الله الرحمن الرحيم، ويلا ناكل سوا. الف هنا وشفا على قلوبكم حبايبي. احنا لابسين ليه؟ لابسين عشان احنا هناكل اللقمه معاكم وننزل نتمشى بقى شويه كده نهضم. انا ليا مكرونه، مش ماليش مكرونه، ليا كربوهيدرات في الرجيم، اتمنى ان هي تجيب نتيجه يعني. ان شاء الله. وهنزل بقى ايه، ربنا يقويني على المشي حاجه يعني. مش ظبطاني في الرنج. ف مش الرنج كده. فهنحرق بقى ان شاء الله بشويه المشي هنمشي. الرنج نفسها معوجه كده غريبه من امبارح على فكره، من اللايف بتاع امبارح كده. تمام. ها يلا بقى ناكل احنا لنا 5 كلي دقايق. يا روح قلبي، يا سلام كلي يا حبيبتي. جعانه ليلي معايا من بدري والله، اتاخرت عليها في الغدا وكنت مستنياها، طبعا كان عندها دروس وكده، كنت مصبره حاجه تصبيره بسيطه قوي، كيس شيبسي كده قبل ما تنزل. كيس الشيبسي نسيناه ولا مش مهم؟ اجيبهولي. انتي ايه رايك؟ انا مش عايزه، مش هاكل شيبسي بقى ولا بطاطس، كفايه عليا خلاص المكرونه كفاية. والخضره. هاتيها انتي ليكي لو عايزه. لا في كفايه بطاطس. انا سميت في سيري على فكره، بسم الله الرحمن الرحيم. سميله بسبوسه وبسبس منهارين على ريحه اكل، والله العظيم منهارين. احنا حاطينهم بس في الاوضه لحد ما نخلص، عشان مش يعني ما بيقدروش يتمالكوا نفسهم من الاكل، هما ليهم اكل خاص بيهم يعني. اديت لهم اكل قبل ما ناكل، بس شامين اكلنا عايزين ياكلوا منه، بس طبعا في دهون هيعمل لهم مشاكل في معدتهم وقولونهم، فلا. فهنخلص وقبل ما ننزل هنحط لهم اكل تاني، ما بيبطلوش ما شاء الله عليهم. الف انا وشفا على قلوبهم الحلوين. فيعني لا حد يتكلم ولا يقول حاجه ولا يفتكر ان انا مجوعاهم ولا حاجه، انا بفهمكم يعني، مش مضطره ان انا اشرح يعني، بس انتوا حبايب احب افهمكم الوضع ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله اوله واخره. انا سميت في الاول والله قبل ما اكل، بس مسمي تاني برضه. جامده يا بسم جماعه. الله اوله واخره. جامده. الكفته رائعه، موحوحه كده والسمنه البلدي. رحشة عدنان. روعه. خدش لولو؟ كل الله، حلوه قوي فعلا. جامده. اسبانيا. ورور يا فجل. يا فجل ورور.
جرجير يا اخضر. الناس الجميلة دي. روح معاها. مامته قال لكم عليه؟ اه. بس الحزن مأثر عليها ده. طبعا كتر خير. عندي شوية ماما. يعني مش ربنا ما يوري اي حد يا رب في حبيبه ولا غيري اي مكروه ولا سوء. ونخلي لنا عيالنا وحبايبنا يا رب ما يشوف فيهم اي حاجه وحشه. لا هيبقى باين. لا مش معايا بس. ما احنا كده كده لازم نجيبه على فكره. انا ما ركزتش فيه من اول مشهد. المشهد ده مهم جدا فلازم نجيبه تاني على الموبايل على فكره. بس احنا هنرجع من المشوار نفتح لايف. انا مش عارفه انزل الفيديو ده امتى فلو نزلته النهارده انا حاسه ده بقى. بنتفرج يا جماعه على مسلسل تركي بس موطينه شويه عشان حقوق الطبع. بس على فكره كده الصوت باين يجيب. حاسه ان الواد ده اللي كان عايز يتجوز طيران هو سبب الحادثه بتاعت اخوه. يعني هو اللي كان عليهم العربيه النقل دي ولا اللوري ده. انا والشيف حبيبتي كل يوم مشطشطه وموحوحه وجميله وعليها دي بالبرونيز على فكره. يعني كنت حاطه الصلصه بالبرونيز اللي هي الطماطم صلصه القوطه الحمراء باللحمه المفرومه. بس بصراحه اللحمه المفرومه ما كانتش كتير في الصلصه لان انا مركزه على الكفته اكتر فواخده طعم اللحمه برضو حلو مع هسه قرفه ومعلقه سكر كده على الصلصه بتبقى جامده قوي. بتدي تسكيره حلوه وفي نفس الوقت بتمنع الحموضه او بتقلل الحموضه يعني. فاهمين قصدي يا حبايبي؟ لا اله الا الله. جميله جامده قوي. والبطاطس بتاعت الكفتة روعة. خطير وبتشير. قالها مشت. مين دي؟ بتحب فريد. ليه؟ مش عارفة انا غلط عليها.